كل واحد من حقه يبقى عنده مساحته الخاصة، المكان اللي بيقابل فيه نفسه ويفكر من طرف واحد في نفسه وبس، بعيد عن كل الالتزامات والضغوط. ومش معنى انك بتحب شريك حياتك يبقى مضطر تدخله في كل تفاصيلك وتقبل وجوده في الوقت اللي انت مقرر تكون لوحدك فيه. أو حتى مع شخص تاني غيره انت بترتاح معاه. ومن حق كل طرف إنه يلاقي احترام لخصوصيته ويبقى آمن في مساحته الخاصة من غير أي تدخل أو فرض حصار. بس خدوا بالكم، المساحة دي لازم يبقى لها أول. بص جرب السلطة دي خطيرة، مش موجودة هنا. والأهم إن يبقى ليها آخر وما تطولش وترجع تاني لحياتك الطبيعية مع شريك حياتك، حلوة؟ عشان ما ينتهيش بيك الحال بإنك لوحدك وبعدين تشتكي إن محدش معاك، رغم إن أنت أصلاً اللي كنت مختار تبقى لوحدك.